نبدأ بأول ليفل في الانجليش، ليفل A1. أول حاجة هنتكلم عليها في الليفل ده هو أهم verb في اللغة الإنجليزية كلها، هو verb to be. verb to be تريكي شوية علشان هو مش موجود في اللغة العربية. يعني مثلا بالعربي لو أنا عايز أقول وظيفتي بقول أنا مدرس، مش بقول أنا أكون مدرس. لو مثلا في كرسي هقول هذا كرسي، مش هقول هذا يكون كرسي. ولكن في الإنجليش لازم تقول يكون في النص دي، أو أنا أكون، هو يكون، هي تكون. فيكون دي بالإنجليش اسمها to be. to be ليه أشكال مختلفة، تعالوا نشوف أشكالهم مع بعض. أول حاجة هنا verb to be present tense. present tense يعني زمن المضارع البسيط. فاحنا عندنا هنا subject plus verb. subject يعني الفاعل، الشخص اللي بيقوم بالفعل. verb الاكشن اللي هو verb to be يعني. فاحنا عندنا هنا نوعين من السبجكتس. اول نوع singular. singular يعني مفرد، وتاني حاجة plural. plural يعني جمع. فالsingular subjects او الفاعل المفرد هم عبارة عن I انا، you انت، he هو، she هي، it دي بنستخدمها للجماد او للحيوان، وليها برضو استخدامات اخرى بس ما علينا مش دلوقتي يعني. والبلورال او الجمع عبارة عن we احنا، you انتم او انتن، they هم. طيب لو جينا هنا نلاحظ هنلاقي verb to be بيتغير على حسب الفاعل. فمثلا I verb to be بيتغير بيبقى am، فبيبقى I am. مع you بيبقى are، you are. he و she و it بيبقى is، he is، she is، it is. في البلورال كلها are، يعني you are، we are، they are. خلي بالك برضو ان you معناها انت كمفرد او انتي، وفي نفس الوقت كمان معناها انتم او انتن في الجمع. فيو بتبقى مفرد او جمع على حسب طبعا معناها جوه الجمله ايه. طيب نشوف امثله. طيب احنا اتفقنا ان السبجكتس هي او الفاعل هم I you he she it we و they. وبرضه اتفقنا ان you بتنفع singular و plural، يعني بتبقى مفرد او جمع. you انت او you انتم او انتن. طيب نستخدمها في جمله ازاي؟ مثلا هنا اول مثال I am a teacher. طبعا I am a teacher انا مدرس. زي ما قلنا ما ينفعش زي العربي نقول I a teacher، تقول I am a teacher، يعني انا اكون مدرس. ده لو عايز تتكلم طبعا عن وظيفتك. You are a student، انت تلميذ او انت طالب. You are a student. He is a man، يعني هو رجل او هو يكون رجل. She is a woman، يعني هي امرأة او هي تكون امرأة. It is an apple. قلنا ان it بتستخدم مع الجماد او الحيوان. طبعا apple ما هيش انسان فبنقول it is an apple، يعني هي تفاحة او هي تكون تفاحة. طيب بعد كده عندنا we are people، يعني نحن ناس. بعد كده you are students. طبعا شوف الفرق هنا بين you هنا you are a student يعني انت تلميذ واحد بس، انما هنا you are students يعني انتم مجموعة من الطلاب، انتم طلاب. طيب واخر حاجة معانا they are workers، يعني هم مجموعة من العمال. وبس كده، هو ده verb to be في المضارع. عشان نراجع بس المعلومة، verb to be بيتغير على حسب الفاعل، على حسب السبجكت اللي في الجملة. وانا هحط لكم لينك في الباوربوينت وكمان ورك شيت ممكن تستخدموه علشان تتدربوا على ال present simple verb to be. وهتلاقوا الانسر كي في اخر سلايد في الباوربوينت، فما تشوفوش اخر سلايد قبل ما تحلوا الورك شيت الاول. باي.